المحل ده صعبان عليا انه مجهول. محلات مجهولة، ولو حلوة هقول هي ايه، ولو مش حلوة ولا كأني جربت حاجة. وده الجزء ال 24. ومحل النهارده وغير الطبيعي بيعمل اكل دايت وفي نفس الوقت بيعمل فاست فود، فانا طلبت شويه حاجات كده من هناك، فتعالوا بينا نشوف عاملين ازاي. اول حاجه بدات بيها باربيكيو برجر، بس واحد عادي وواحد دايت. الدايت كده بيجي في عيش بني وبيكون عليه مشروم من فوق وجبنه لايت، بس العادي بيجي في عيش عادي وعليه اونيون رينجز وصوص جبنه شيدر، وغير كده معاه بطاطس عليها صوص جبنه شيدر برضه. ابتديت في الاول بالعادي. هو البرجر كان طعمه حلو وميكس بقى البرجر مع صوص الشيدر مع الحاجات دي كده كلها، الصراحه كان طعمهم جامد. كان عاجبني برضه ان البطاطس اللي حاطينها مع الساندوتش عليها صوص شيدر كده، وده تقريبا قليل قوي لما بلاقيه في المحلات. تعليق الوحيد بس على البرجر ده ان هم كانوا محتاجين يزودوا نسبه الدهون فيه شويه عشان يبقى جوسي عن كده. وبالنسبه للبرجر الدايت بقى، هو صراحه الساندوتش كان حلو جدا، حتى المشروم اللي فوق مع الباربيكيو مع الحاجات دي، لا طعمه كان حلو قوي. العيش البني ده بيلكم شويه، بس دي حاجه حلوه عشان ما تاكلش كتير. في المجمل يعني ما حسيتش بفرق كبير قوي ما بين الاثنين، وده غالبا عشان هما مستخدمين نفس البرجرايه في الاثنين، برجرايه لو فات وهي باين اصلا انها خفيفه. جربت بقى ساندوتش فراخ كده اسمه تشيز لافرز كريسبي تشيكن، وده بيبقى طبقه موتزاريلا من تحت، بعد كده قطعه الفراخ وعليه من فوق صوص شيدر وموتزاريلا ستيكس، كميه جبن رهيبه. بصوا هو الساندوتش ده عامه كان حلو قوي قوي قوي، هو حلو قوي لاي حد برضه بيحب الموتزاريلا والجبنه والحاجات اللي هي الميسي دي. الساندوتش ده هيعجبه. سعره 90 جنيه، بس انا صراحه من الساندوتشات فعلا اللي عجبتني جدا هناك. بيعملوا برضه هناك سلطه دايت. انا طلبت واحده بصوص الرانش، بتكون عباره عن خس عليها كده من فوق عيش محمص وفراخ ومعاهم جزر. انا حطيت صوص الرانش عليها وبعد كده قعدت ارجها، وعامه هو صوص الرانش نفسه كان طعمه لذيذ جدا، وهي كسلطه دايت الصراحه حلوه، بس هي عامه لذيذه يعني عجباني. جبت برضه من هناك حواوشي عادي وحواوشي دايت. هو الحواوشي العادي كان باين كده ان العيش متحمص من بره، من جوه برضه ملدن كده شويه، بس تتبيله اللحمه نفسها كنت حاسس انهم محتاجين يشتغلوا عليها اكتر من كده شويه. بس بالنسبه للحواوشي الدايت، هو كان معمول بعيش بني وكان قطره كده شويه، تحسه عامل زي العيش بلحمه بتاع اسكندريه، بس في المجمل كطعم انا فضلته عن الحواوشي العادي. جربت برضه الكاسديه من هناك، ودي من الحاجات الدايت، بتبقى عيش تورتيلا جواها فراخ وموتزاريلا لايت وفلفل الوان، كانت خطيره خطيره خطيره. لا والله العظيم طعمها كان حلو قوي قوي قوي، وغير كل ده سعرها كويس ونسبه البروتين اللي فيها عاليه. واكيد طبعا مطعم دايت، فجربت وجبه فراخ كده من هناك بالوايت صوص. هي كطعم كانت عاديه، بس ككميه بالنسبه لسعرها لا هي حلوه. الصوص اللي هم عاملينه حلو بس هو كتير قوي، بس برضو الكالوريز ونسبه البروتين بتاعها حلوين قوي، بالذات كمان انها ب 105 جنيه. ختمت بقى بحاجه كده من منيو الفري، وهي باستا ميكس جبن. الميكس جبن الصراحه اللي هم كانوا مستخدمينه مع الباستا كانت رائعه، لا فعلا طعمها كان حلو قوي. ميكس جبن بتاع المكرونه ده خطير خطير يعني. وعليها شويه فراخ كده برضو مديها طعم حلو، بس كانت هتبقى اخطر بقى لو كان عليها موتزاريلا من فوق. لا انا جعت اصلا وانا بقول. وفي الاخر بقى، وبما ان معظم الحاجات عجبتني من المحل ده، وكان تعليقي الوحيد على الحواوشي والوجبه، المحل اسمه دايت ديت، موجود في شارع الطيران في مدينه نصر. صحابه 2 مهندسين، انا قعدت اتكلم معاهم كده شويه على التعليقات اللي عندي، هم صراحه محترمين جدا ومجتهدين جدا ونفسهم فعلا المكان ده يكبر. وعامه يعني لو عايز تعرف تفضيلاتي الشخصيه من هناك، فانا بالنسبه لي لو انت عامل دايت هات الكاسديه او سندوتش البرجر الدايت، الاتنين دول كانوا حلوين قوي. ولو انت بقى عايز تبوظ الدنيا وتروح هناك، هات من هناك الميكس تشيز، يا اما الساندوتش او الباستا، الاتنين دول كانوا تحفه. ما تنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتات لو رحتوا هناك تجربتكم معاه كانت عامله ازاي، وهل اصلا كنتوا تعرفوا المحل ده من قبل كده ولا لا. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف وزباظه. سلام.